السما صافية والجو جميل، في طيارة ألوانها جميلة بيتحكم فيها واد صغير. الواد بيلعب مع أبوه، أول ما تشوفهم هتقول مفيش أجمل من كده، بس عليهم حركات إنما إيه معفنة. الواد وأبوه بيعملوا مقالب في الناس، ده غير الراجل اللي بيزعق لأنهم وقعوا طيارة التحكم في بيته. الواد ريناتو هو وعيلته عايشين في قرية صغيرة وما عندوش أصحاب، وبيعمل كل حاجة مع أبوه، حتى لما يحب يلعب بيلعب مع أبوه، وأحلى لعبة بالنسبة له هي حل الألغاز. الواد وأبوه عندهم حلم، عندهم طيارتهم الخاصة ويطيروا بيها فوق الوادي. فلافيو ما كانش أبوه بس، ده كان أخوه وصاحبه وكل حاجة بالنسبة له، لحد ما في يوم من الأيام انهارت عملة المكسيك والمحلات قافلة ومفيش شغل، والهجرة بقت شر لابد منه. ريناتو بيحب أبوه قوي ومش عايزه يمشي، بس أبوه بيوعده هيرجع من تاني وهيجيب معاه فلوس الطيارة اللي بيحلموا بيها. بعد فترة طويلة بنشوف ريناتو بقى رجل أعمال كبير وعنده شركة طيران، وفي مكتبه بنشوف صحفية أمريكية بتسأله عن سبب نجاحه. قال لها مفيش حد هيساعدك، لازم تشتغل على نفسك. لو عايز تحقق أحلامك لازم تسعى، عشان 9:30 بيقفلوا. ولما سألته عن موعد افتتاح فروع في أمريكا رد عليها وهو قرفان، انتوا ليه عندكم إيمان إنه أمريكا هي سر النجاح؟ ريناتو وخطيبته فرحهم بعد 5 أيام، ولما خطيبته رجعت كام واحد هيحضر الفرح بتتفاجئ. ريناتو معزمش غير 3 بس، وفي واحد من ال3 دول مش طايقه، ولما طلبت منه يكلم ابنها من جوزها الأولاني يسأله زعلان ليه معرفش يكلموا كلمتين على بعض. في الشركة جات له مكالمة من أمريكا، واحدة بتقول له إنها مرات أبوه، وبتقول له أبوك عيان يا ريت لو تيجي تشوفه. ريناتو قال لها لأ مش جاي، ده بعد ما افتكر أيام زمان لما أبوه كلمهم وقال له إنه مش راجع تاني. خطيبته بعد ما عرفت حكايته مع أبوه أقنعته يروح يطمن عليه، لأنها عارفة إن كل مشاكله النفسية بسبب أبوه اللي مرجعش تاني. وبعد ما وصل قبل ما يخش المستشفى راح يشتري له قهوة، بيقابل واحد شخصيته عكسه تماما، عايش حياته بالطول والعرض ومش فارقة عنده أي حاجة، وهو لو عليه بيكره الشخصيات اللي زي كده. بعد كده بيروح المستشفى وبيشوف أبوه وبيتفاجئ إنه عنده أخ اسمه أشر، هو نفس الواد اللي شافه في القهوة. أبوه كان عارف إنه مفيش أي كلام يقدر يقوله ممكن يرضي ابنه، عشان كده بيقرر يديله لغز أخير زي أيام زمان. اللغز ده هيعرف فيه أبوه سابهم ليه، ولازم يفتكر الاسم ده كويس، لويز. ريناتو بيرفض ياخد الظرف اللي فيه اللغز، وخرج من المستشفى والدمعة في عينيه، مش قادر يسامح أبوه على اللي عمله معاهم. جات له مكالمة أبوك تعيش أنت. ريناتو راح لبيت أبوه وما طولش كتير وخرج وهو زعلان بعد ما شاف صورة أبوه اللي ساب عيلته وراح عمل عيلة جديدة. بس خطيبته كان عندها رأي تاني، مش عايزاه يرجع قبل ما يعرف أبوه عمل كده ليه. مسيطرة همشيك مسطرة. وبعد ما قفلت السكة هيسمع الكلام، هيرجع تاني لأخوه. بكرة موعدنا الساعة 7. فاضل يومين على فرح ريناتو، وأخوه بيجي متأخر ساعة. المهم بيركب العربية وهو قرفان نفسه، وأشر بيتعرف عليه وبيرغي كتير، وعرف إنه بقى مهندس زي أبوهم. وريناتو بعد ما عرف إنه ما بيشتغلش هياخد غفوة، مش عايز يسمع رغي أخوه. وفجأة بيصحى على صوت أخوه شايل معزة بيجري وبينده دور العربية، وفي ناس بتلحقه وبتنشن عليه. وأول ما ركب مشي بسرعة وعرفوا يهربوا منهم. سألوا أنت عملت كده ليه؟ قالوا شفت لوحة مكتوب عليها مزرعة، قلت أشوف فيها إيه، ولما شفت المعزية كأنها بتقول لي خرجني من هنا، بس قمت ماخدها. إيه الهبل ده؟ وقف ونزل يضرب أخوه اللي مش عايز يخرج المعزة بره العربية. وبعد ما خلصوا ضرب ريناتو بيستوعب إن المسافة زادت لأن أخوه عكس الطريق عشان يروح المزرعة. ريناتو مقهور ونفسه يولع فيه، رجع ركب العربية بس المرة دي مش هياخد غفوة. وأخيرا بيوصلوا المحطة الأولى، المصنع اللي كان بيشتغل فيه أبوهم، ولازم يدوروا على حد اسمه إيفاريستو. المصنع ده بيطور الدرون. ريناتو فرح قوي بمنظر الطيارات، بس اتضايق قوي لما عرف ان اخوه ما يعرفش ابوه كان بيشتغل ايه، وكمان ما بيحبش الدرون، وقعدوا يتخانقوا مرة تانية. بعد كده جالهم واحد عرفهم يروحوا فين، وهناك قابلوا إيفاريستو. الراجل ده يبقى صاحب ابوهم من زمان قوي، ايام ما كان ريناتو لسه في اللفة. وهيقول لهم القصة من أولها. أبوهم كان رافض فكرة السفر وحاول يلاقي شغل بس مفيش فايدة، لحد ما أصحابه كلموه قالوا له أنت تعرف حد في أمريكا وهيساعدك تلاقي شغل. وبعد ما فقد الأمل إنه يلاقي شغل بيقرر إنه يهاجر، وبيقول لريناتو بيحاول يفهمه الظروف الصعبة اللي بيمر فيها المهاجرين، وإنه الواحد منهم بيشتغل أي حاجة، عامل مزارع مش مهم، المهم لقمة العيش، وإنه شهادة الهندسة بتاعت أبوهم ما تسواش حاجة هناك. والظروف الصعبة دي بيستغلها أصحاب المصانع وبيشغلوا
يشغلهم بنص المرتب. الفلوس القليلة اللي كان بيقبضها ما كانتش كفاية، عشان كده بيقرر يخاطر ويحاول يطور طيارة التحكم عن بعد لحد ما شافته مهندسة في الشركة، وبدل ما ترفضه ساعدته يقدم الفكرة للشركة لأنه عندها مبدأ الأفكار العظيمة بتيجي من أي حد. الشركة وافقت على فكرته وعملت خط إنتاج جديد، والأمور كانت عالي العال، وكان عايز يشكر المهندسة بس بيقع في الغلط. وهنا بيستوعب ازاي خان مراته وبياخد القرار لازم يرجع حتى لو الفلوس اللي معاه قليلة، وكل همه يرجع ويشوفك تاني. في الاخر بيقوله انا هقف لحد هنا وانت هتكمل القصة مع حد تاني، واداله ظرف مكتوب عليه مستر بي. وطبعا اخوه مش فارق معاه الراجل كان بيقول ايه، وكان بيلعب بلياردو وخسر ومعهوش فلوس يديهم، وريناتو بيحاول يزوغ بس الرجالة عايزة فلوسها وهاتك يا جاري. راح الاوتيل وهناك كلم خطيبته بالاسباني مش عايز اخوه يفهم هو بيقول ايه. قال لها اخوه مجنون كان هيوديهم في داهية وقعد يغلط فيه. هي كانت بتهديه وبتفهمه هيستفيد قوي لما يكمل الرحلة. وهنا بنشوف ابنها اللي منطوي وما عندوش ثقة بنفسه، زمايله بيتنمروا عليه وبيعمل حاجات غريبة عايز اللي حواليه ياخدوا بالهم منه. ريناتو راح يكلم اخوه، والصدمة ان اخوه بيعرف شوية اسباني وكان سامع هو قال عليه ايه. اخوه قال له مش مشكلة بس عايز يطلب منه طلب. قال له يا ريت ما تفقدش الامل فيا، لان ابويا فقد الامل زي ما ناس كتير فقدوا الامل اني ابقى حاجة كويسة. ريناتو مش هيزعل اخوه وهيكملوا الرحلة، وفكر هيعملوا ايه بعد كده. بيفتحوا الظرف بيلاقوا فيه وصل لمحل اسمه مستر بي. لما دوروا شوية بيعرفوا انه موجود في اوكلاهوما، وفي الطريق قعدوا يتكلموا، وأشر بيشوف صورة وبيسأل مين ده. قال له ده إيميليو ويبقى ابن خطيبتي، وما قدرش يمسك نفسه من كتر الضحك وقال له ده انت هتبقى أسوأ أب ممكن أشوفه. واخيرا بيوصلوا محل الرهنيات اللي اسمه مستر بي، ودوا الراجل الوصل. ابوهم كان قايل له في حد هيجي يديله الامانه هي خاتم جواز ابوه، وهيقول لهم على باقي الحكايه بس لازم يفكرهم في الاول. ابوه كان همه الوحيد ازاي يرجع. المهم ابوه كان حجز تذكره وكل حاجه تمام. الاتوبيس وقف في اوكلاهوما، وهناك بيدخل الحمام وفي اتنين بيلحقوه بيضربوه، والفانيلا بقى لونها احمر من كتر الضرب، وخدوا الفلوس اللي معاه، والمشكله انهم خدوا التذكره. بعد كده ابوهم جه المحل وحاول يبيع الساعه اللي معاه بس ما كانتش تنفع. الحاجة الوحيدة اللي يقدر يبيعها هي الخاتم. في البداية تردد بس الراجل قال له ما تخافش هشتريها منك ومش هبيعها، وهديك فرصة 90 يوم ترجع الفلوس. وبيوصل لمدينة قريبة من حدود المكسيك، وكان فاضل يمشي 20 كيلو ويوصل للحدود. وهو ماشي في 2 عساكر بياخدوا بالهم من فانيلته الحمراء، وجايز يبقى عمل مصيبة، واحتياطا خدوه رموه في الحجز. المشكلة مش هنا، المشكلة ان مفيش حد يعرف مكانه عشان يخرجه. في الحجز ابوك كان عيان، العساكر بيخافوا يبقى معدي، اما ماخدينه ورامينه في الصحراء جنب الشارع. بعد كده الراجل حاول يديه ظرف جديد. ريناتو قرف كل شويه ظرف جديد ومفيش حد بيكمل الحكايه للاخر. اشر خد الظرف اللي كان مكتوب عليه الويز وحاول مع اخوه يكمل معاه اللغز للاخر، بس للاسف ريناتو بيوقع اخوه على الارض وبياخد الشنطه رايح المطار. زي ما انتوا عارفين ريناتو عصبي وعايز كل حاجه بسرعه. المضيفه اللي بتقطع التذاكر ما عجبهاش الكلام ده، خلته يعتذر ورخمت عليه اكتر بعد ما عرفت انه عايز يسافر من غير جواز سفر. أشر طيب وقلبه كبير وراح ياخده من المطار، وريناتو بيعتذر له لأنه عارف إنه غلطان. وهم في السكة وقفوا عند بنزينة، وهناك أشر نزل يمشي مع المعزة اللي اسمها ريناتيتو، وفي كام واحد كانوا بيرخموا عليه، وريناتو خد باله من أخوه اللي اتضايق وحاول يواسيه. بعدها بيفتح الظرف وبيلاقي صورة كنيسة. البنزين خلص، والشوية اللي كانت معاهم احتياط ضاعوا بسبب ريناتيتو، وريناتو زعلان وبيقول ده كان لازم ناكله، طعمه كان هيبقى لذيذ جدا. مفيش بنزين وفي حتة مقطوعة. بينزلوا يدوروا على بيت قريب، بيلاقوا بيت والباب كان مفتوح. دخلوا يدوروا على إيثانول، مفيش إيثانول، بس ريناتو بياخد باله ان البيت ده فيه المكونات اللي يقدر يصنع منها الإيثانول. وبعد كده بيقعدوا يتكلموا. ريناتو سأل اخوه ايه حوار ابويا اللي فقد الامل منك؟ قال له في يوم من الايام ابوه بيضحك عليه وقال له هياخدوا رحلة بالعربية، قام وديه المستشفى، وهناك اطمنوا عليه زي الفل، بس هو كان بيخانق الدكاترة وبيقول لهم لا اكيد ابني عيان ده مش طبيعي. أشر اعترف على نفسه، هو اللي كان رمى الباسبور لما كانوا في الأوتيل. ريناتو كان مقهور منه، أناني بيفكر في نفسه ما فكرش بأخوه اللي فرحه بعد يومين. ريناتو بيستغل فرصة دخول أخوه الحمام وقام أخد العربية ومزوخ. أشر بيخرج وبيكتشف إن أخوه سابه ومشي، وبيجي أصحاب البيت هم نفسهم اللي كانوا بيتريقوا عليه في البنزينة. ريناتو وهو ماشي ضميره ما استحملش، لف ورجع تاني، بس بعد الشرطة كانوا واخدينه الاسم. وهنا كانت المفاجأة، ريناتو بيشوف بعينيه معاناة ابوه لما كان محبوس في الاسم، وهي معاناة كل المهاجرين عموما.
اليوم يوم فرح ريناتو وبيفرجوا عنه، وأشر هو اللي خرجه وساب له عربية قدام السجن، وكان في محل دونات كان متوقع انه أشر هيبقى قاعد هناك، ولما قابله شاف وشه محمر وسأله مين اللي عمل كده. قالوا فاكر العيال اللي كانوا بيتريقوا عليا هم أصحاب البيت، قاموا ضاربيني وماخدين ريناتيتو. مش مهم، المهم تروح الفرح، وانت اصلا دايما بتقول ريناتيتو ده غبي. قالوا لا ما اسمحلكش تقول عليه كده وهنروح نجيبه. بيوصلوا البيت وبيشوفوا روناتيتو مربوط وعايزين ياكلوه على الغدا، وهتبتدي خطة الإنقاذ. بيفتحوا غاز الإيثانول جوه البيت، وبكده أول ما دخلوا من الباب الرجالة كانت اتنفست الغاز وأغمى عليهم فورا، ومن غير لا تعب ولا خناقة بيرجعوا روناتيتو، وزي ما بيقولوا في البوست بتاع السوشيال ميديا. بيوصلوا المحطة الأخيرة الكنيسة ومستعدين يقابلوا لويز. بيدخلوا وبيعرفوا إن لويز المقصود بيها خزنة ومش بني آدم زي ما كانوا فاكرين، وقعدوا يفكروا الباسورد هيبقى إيه. أشر بيفتكر حاجة كان بيقولها أبوه: من الجيد أن ترى الأشياء بمنظور مختلف. وهنا ريناتو بص على كلمة لويز بعد ما هيقلبها، والحروف بقت أرقام، وبيفتحوا الخزنة بيلاقوا فيها سيديهاية وهيشغلوها. أبوهم بيقول لهم بيتمنى إنها كانت رحلة جميلة. في البداية هيعترف إنه إنسان مش كويس لأنه السبب في أذية الناس اللي بيحبهم، مش هيطلب منهم يسامحوه، بس من حقهم يعرفوا الحقيقة، وهيسمعوا باقي الحكاية منه. بعد ما اترمى في الصحراء وكان متأكد إنه حياته خلصت، بتيجي راهبات الكنيسة وبياخدوه معاهم، بياخدوا بالهم منه لحد ما خف وبقى أحسن ويقدر يرجع يروح الحدود، ومش هيقدر يسافر قبل ما يكلم المهندسة ويعتذر لها. المهندسة كانت في المستشفى بعد ما ولدت أشر وحالته الصحية كانت في خطر. بيكلم مراته وبيعترف لها على اللي حصل، وقال لها انه ساب ابنه الاولاني ومش هيسيب ابنه التاني، وهم ريناتو بتخيروا يا احنا يا هم وانتوا عارفين اختار مين. وقال له انا كنت ببعت جوابات وفلوس بس البريد كان بيرجعها، ده مش مبرر اني ما حاولتش اشوفك تاني. انت عارف غلاوتك عندي، حاولت اصلح غلطتي واكون اب مثالي لأشر بس فشلت في دي كمان، لاني كنت فاكر انك هتبقى زي اخوك، وبدل ما افضل جنبك بعدت عنك. متأسف، انت مميز بقلبك الكبير. ولما الحياة ادته فرصة اخيرة بيقرر يخطط لرحلة عشان يجمعهم مع بعض. هو كان كل زعله انه مش هيبقى معاهم في الرحلة الاخيرة. رحلة اخيرة معناه ايه الكلام ده؟ الراهبة ورتهم المفاجأة الكبيرة، أبوه حقق حلمهم أيام زمان واشترى الطيارة اللي كانوا بيحلموا بيها. ريناتو الفرحة مش سايعة، أبوه منساش حلمهم بس بيتضايق لما يفتكر إنه مودعش أبوه. ريناتو بيودع أخوه مسافر ده فرحه النهاردة، بس بيفتكر ما ينفعش يودع أخوه، فاضل رحلة أخيرة وما ينفعش يتجوز من غير ما أخوه يحضر الفرح. طايرين بين السحاب وطاروا فوق الوادي اللي كان بيحلم مع أبوه يطيروا فيه. العيلة دي عندها عادة تتوارثها الأجيال، اللي هيطير درون يجي يوقعها فوق بيت الراجل الغلبان.